الحمد لله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. الحمد لله القائل في كتابه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، والقائل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم لآيات للعالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخت الفاضلة الأستاذة فاطمة الجعيزني مديرة التربية والتعليم بخان يونس، الأستاذ الدكتور أبو ساير الأعرج، الأستاذ محمد الأعرج عميد كلية العلوم والتكنولوجيا بخان يونس، الأخ الأستاذ مدير تربية وتعليم محافظة الوسطى الأستاذ علي أبو حسب الله، الإخوة أو الأخوين نائبي مديرة التربية والتعليم الفني والإداري، والأخ الأستاذ أبو يوسف نائب مدير تربية وتعليم الوسطى، الإخوة المشرفون والمشرفات، رؤساء الأقسام، المديرون والمديرات، المعلمون والمعلمات، وخصوصا من علمني منهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، بداية عن مشاركته حفلنا هذا المشاغل المتعددة التي تنتظره في مكتبه، كما أطير لكم مباركته للوحدة الوطنية التي تجسدت بالأمس والتي وفق الله عز وجل قيادتنا بتحقيقها. الإخوة والأخوات، إن تعلم اللغات من أهم الأمور التي أولاها ديننا عنايته، فرسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يتعلم اللغة السريانية، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يأمن مكر أعدائه. وكذلك من أهم اللغات التي ينبغي علينا أن نولي الاهتمام الخاص بها اللغة الإنجليزية، لأنها لغة عالمية ولأنها لغة العصر الحديث، فهي لغة التكنولوجيا ولغة العلوم والطب والاقتصاد والكثير من المعارف. لذلك أولتها وزارة التربية والتعليم العالي عناية خاصة، وزادت الاهتمام بها من خلال تطوير المناهج وتعديلها وإثرائها بالكثير من المواد الإضافية. الإخوة والأخوات، إن للغة الإنجليزية خصوصية خاصة مع الشعب الفلسطيني لخصوصية وضعه، فعدونا الصهيوني حاول ولا زال وتمكن من رسم صورة سوداوية قاتمة في أذهان العالم الغربي عن المسلمين والعرب وخصوصا الفلسطينيين. وبما أن اللغة الإنجليزية لغة هامة للتواصل مع الشعوب، فإن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى الكثير من المتحدثين بهذه اللغة لكي يبين للعالم من نحن وماذا نريد، ولكي يدحض أكاذيب وافتراءات عدونا الغاصب. الإخوة والأخوات، ليس هذا يوم للحديث، ولكن هو يوم للتأكيد على عناية الوزارة بالمسيرة التعليمية وبتقديم أفضل الخدمات، وخصوصا في مجال اللغة الإنجليزية التي لا يعني اهتمامنا بها إغفالنا للغة العربية والتي هي لغة القرآن ولغة أهل الجنة، ولكن كما تعلمون نحتاج إلى التواصل. وكما قال الزعيم الإفريقي نيلسون مانديلا: If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head, language that goes to his heart. لا أخفي إعجابي بأداء الأحباب الطلبة الصغار ولغتهم الراقية، وهذا يعود فضله بعد الله عز وجل إلى الإخوة المشرفين والمعلمين والمعلمات. ننتظر أن نرى من أحبابنا الطلبة ما يثلج صدورنا، وكلنا ثقة بأن ما سيقدمونه سيحوز على إعجاب الجميع. أشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا الحفل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.